بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة يا حبايب قلبي، صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه النهاردة من وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية على قد إيدينا، ما تنسوش تهدوني من إيديكم بأحلى لايك وأحلى اشتراك وتفعلوا زر الجرس. يومكم كله مليان بالسعادة وبرضا من عند رب العالمين، قولوا آمين. يلا بينا نخش على وصفتنا. لقيت عندي طبق الكفتة الصغير اللي انتوا شايفينه دوه، الكفته العاديه بتاعتنا اللي باللحمه وبشويه رز والخضره كده، وعملتها معاكم قبل كده، وادخلوا تابعوا الفيديو. لقيت طبق صغنطط كده هو، وكنت شايلاه في قلب الفريزر، طلعته لما فك كده هو. طب هتعملي ايه يا ست؟ بسيطه، هدخله في احلى صينيه بشاميل كده، اختراع من الاخر. بشاميل يا ست بسيطه بالكفته، ايوه ما تقوليش لا. اهم حاجه حبيبه قلبي عيلتك تبقى مبسوطه، وتبهري عيلتك بابداعك واختراعك في مطبخك. طب ايه الخضار بتاعنا او الحاجات بتاعتنا اللي هندخلها في الكفته دي؟ يلا بينا اقول لكم ونجيب حاجتنا. انا عندي حبايب قلبي كام طماطميه قطعتهم حتت صغيره، وعندي بطاطستين بشرتهم، عندي شويه فلفل زي ما يكون فلفل الوان فلفل اخضر اللي موجود عندك. انا لقيت عندي فلفل اصفر وفلفل اخضر، فضل وعدل من ربنا. قطعتهم حتت صغيره، وبصلتين بشرتهم مع الكفته دي. يلا نشوف عوام هنعمل تعصيبتنا الحلوه الجميله ازاي. انا حطيت شويه زيت على معلقه سمنه كبيره، هنزل بالبصل وهقوم مقلبه. بعد ما يدبل اقوم نازله بالفلفل. الفلفل دبل مع البصل، هقوم نازله بالبطاطس بالطماطم بسم الله، وهقلبها برضو. ما يكونش طماطم كتير، يعني يا دوبك كام واحده كده عشان ايه يدولي طعم وحلاوه للتعصيجه بتاعتنا. وهنزل بشويه الملح وهقلب، واسيب بقى التعصيجه الحلوه دي تستوي كده مع بعضها على نار هاديه. وبعدها اقوم دلوقتي اقطع الكفته لحتت صغيره. وخلي بالكم طريقه بشاميل اللي انا هعملها دلوقتي جميله وخرافه، وخليكم معايا للنهايه عشان ما يفوتكوش طريقه المكرونه البشاميل دي. بعد ما التعصيجه زي ما انتم ما شايفين اهي استوت، هنزل بقى بالكفته اللي انا قطعتها كده. التعصيجه بتاعتنا خلاص، بسم الله ما شاء الله على ريحتها، بكل بساطه وبكل سهوله. يلا بقى دلوقتي نعمل البشاميل. البشاميل بتاعنا بقى عباره عن ايه يا حبايب قلبي؟ انا عندي طماطم مقطعاها حتت، عندي مكعب من المرقه، عندي 3 معالق كبار من الدقيق، عندي معلقتين كبار من الهريسه، وعندي ميه سليق المكرونه. قبل كده قلت لكم في فيديو ما تقولوش ميه المكرونه، ايوه طالما انت جايبه المكرونه حبيبه قلبي في قلب كيس، يعني ولا خلها تراب ولا طالها تراب، ونضيفها وزي الفل نستفاد منها. بدل ما اقول لك حط 6 و7 و10 معالق دقيق، لا يا حبيبه قلبي، اهو 3 معالق كبار من الدقيق. قد زي ما قلت لكم. قد ايه يا ست؟ بسيطه، انا عامله بتقدري على حسب المكرونه بتاعتك. يعني انا عندي نص كيلو من المكرونه، انا عندي ما يعادل كيلو من اللبن. هتعملي ايه دلوقتي؟ هجيب بقى الشفشق الحلو الجميل، هنزل بالطماطم بسم الله، بميه سليق المكرونه، بنزل بالهريسه بسم الله، بنزل بالمكعب، وهنزل بالدقيق كله مع بعض، شويه الملح، واخد بقى كده واضرب كل خليطنا الحلو ده مع بعض. ضربت الخليط بصوا بقى بسم الله ما شاء الله اهو يا حبايب قلبي، الله اكبر. يلا بقى بينا على البوتاجاز ونعمل البشاميل. انا هنا حبايب قلبي حطيت معلقتين سمنه، وتاني بقى اقلب معايا كده، ولما تتقل وتاخد القوام اللي انا عايزاه، من غير بقى ما اتعب نفسي في ان انا اقعد احمر دقيق مع سمنه وافكك دقيق والكلام، لا سهل بسيط اقتصادي. نقلب كده واحده واحده. ادي البشاميل اهو يا حبايب قلبي، وادي القوام بتاعه بسم الله ما شاء الله. اجي بقى اجيب المكرونه انزل كده بمغرفتين 3 من البشاميل، واقلبها كده بسم الله ما شاء الله. وزي ما قلت لكم قبل كده حبايب قلبي، المكرونه اللي انتوا هتعملوها بشاميل ما تسلقوهاش سلقه كامله، تسلقوها نص سلقه، عشان خاطر لو سلقتوها سلقه كامله هتيجي تعجن منكم جامد في البشاميل، مش هتنفع ان انتوا تعملوها. لكن تسلقوها نص سلقه عبال ما تفضوها كده هو تبقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين. انا دلوقتي قلبت شويه بشاميل في المكرونه كلها. اجيب بقى الصينيه، حطيت مغرفتين بشاميل في الصينيه زي ما انتم ما شايفين. هنزل بقى بنص المكرونه، حطيت التعصيجه زي ما انتم ما شايفين. هنزل بقى كده بطبقه من البشاميل، هنزل دلوقتي بالتعصيجه، هنزل ببقيه المكرونه بسم الله، هنزل بقى بالبشاميل كده زي ما انتم شايفين. ادي صينيه البشاميل بسم الله ما شاء الله، وحطيت البشاميل اهو
وحطيت شويه سمنه كده من على الوش. انا مولعه الفرن درجه حراره تكون عاليه، هحطها فيها، هبص عليها بعد ساعه بالظبط، يعني دي هتاخد مني ساعه بالظبط في الفرن، واطلع احلى صينيه مكرونه بشاميل. بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوه يا ولاد، على ريحه المكرونه، الله اكبر، حاجه كده جمال وخيال من حاجات عملناها في البيت عندنا بسيطه ما استقلناش بيها، عملت لنا احلى صينيه مكرونه بشاميل على ريحتها وعلى جمالها يا حبايب قلبي. صراحه يا حبايب قلبي انا وعيلتي هنا المكرونه البشاميل اللي بالذات ما بنستناش عليها لما تبرد ونطلعها الخلطه بخرطتها، احنا بنحبها جوسي كده، هو حلوه وجميله، وتبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه كده الله اكبر تبارك الله. بصوا كده يا الله يا ولاد، بصوا الحلاوه يا ولاد، بصوا الجمال، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايب قلبي المكرونه وشكلها بسم الله ما شاء الله. انا زي ما قلت لكم ان انا وعيلتي هنا بنحب المكرونه اول ما تطلع كده من الفرن ما تبقاش ماسكه قوي، بس انا اتعمدت ان انا اوريها لكم. بصوا لما مسكت، بصوا طلعناها عشان ما تفتكروا انها ايه مش هتمسك ولا هتطلع، زي ما انتم ما شايفين بالمنظر الجميل ده. بسم الله ما شاء الله على الحلاوه وعلى الجمال. بصوا كده الله اكبر، حاجه كده من الاخر جمال 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 يا حبايب قلبي ما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما قلت لكم بقى ما تنسوش لايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وتقولوا كل حبايبكم وجيرانكم عن مطبخ الست بسيطه وبنوتتها. يومكم ونهاركم مليان بالسعاده وبرضا من عند رب العالمين. قولوا امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.